مال شاي قهوة. شي يصير في الأرض؟ ما أدري والله شي يصير في الأرض. شوف البقعة ها، شوف المنظر الجميل هذا. احنا فوق. أمانة حركتهم يعني استغلالية شوية. بسم الله. وابو كبار، وابوي غبنة. مناظر خلابة يا شباب، والله انها تستحق. شوف. السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم في الجزء الجديد او الحلقة الثالثة من رحلة بولندا. واليوم وصلنا او في الطريق الى زاكوباني. مثل ما انتم شايفين زاكوباني معروفة انها طبيعة، والدرب ما شاء الله يبين. حتى لو تشوف معاي، شوف وراي، هذا في الدرب اللي انا كنت فيه. ما شاء الله تبارك الرحمن. صحنا اليوم شمس، ولكن الأجواء جدا جدا رهيبة صراحة. وفي رحلتنا إلى زاكوباني قمنا نشوف العرب أكثر. الحين في طول رحلتنا كنا نشوف العرب شوية، لكن الحين في رحلتنا إلى زاكوباني قمنا نشوفهم بشكل أكبر. أنا هذا يعني شيء معروف إن إحنا أصلا مسافرين ندور الطبيعة. ما شاء الله لو تشوف، أنا ما أدري ليش الناس كلها هناك جالسة. شوف الجو بارك الرحمن. هذا اليوم شمس، يعتبر اليوم شمس، ولكن درجة الحرارة 19 درجة، وفي برودة يعني عادي. مش برودة اللي هي يعني تصلخ ويعني باردة جدا، لا. حاليا الأجواء جدا جميلة، يعني في الظل ممكن خلاص. يعني هي الأجواء جدا جميلة لو تلاحظ معاي. شوف هذا في الدرب ها، بس أنا قلت أوقف وأشوف. هذا ما أدري شكلها كنيسة. لو تشوفون الخضار ما شاء الله معاي كيف. شوف الدرب. زاكوباني معروفة أنها يعني فوق الجبال، نصعد فوق. شوف ما شاء الله، أجواء جدا ممتازة وحلوة. الحين متجهين إلى زاكوباني، باقي لنا أقل عن ساعة بإذن الحد، ومتجهين إلى هناك برحلتنا الجميلة الخفيفة. السلام عليكم، وصلنا الحمد لله بالسلامة في سنتر زاكوباني، لأن الكوخ اللي حاجزينه التشيكن ماله الساعة 4، فعندنا ساعتين. قلنا بنمر السنتر وبناكل لنا شيء. هذا السنتر جميل وحيوي صراحة. هذا السنتر لو تلاحظون ما شاء الله، حتى في يعني شوية عرب موجودين. بس اليوم اللي خرب انه شوي شمس، وتعرف احنا انسان، يعني انسان قابض خط ساعتين 3 ساعات، ما ادري ساعتين. فقلنا ناخذ لنا شوية. انا براويكم شوفوا اللي هو بطاط من هذا المحل بوتيتو هاوس. يعني قلنا نجربه شوية، وبالمرة نمر على السنتر لين ما وقت التشيكن مالنا مال الكوخ. وصلنا في السنتر زكوباني، فقلنا بنتغدى شوية. وحصلنا هالمطعم الحلو. وين راح؟ الانديان تيست. هو موقعه ترى في الطابق الثاني يعني فوق، بس في دخلة له من هناك ها. ادخل من على اليمين اذا تبغى لفت، اذا ما تبغى لفت هني سيده. كان تشيكن بتر مع وايت رايس، عيش ابيض، واثنين كولا، ونان تشيز. عطوا هالصوصة يعني هدية اللي هي مانجو، عصير مانجو مجانا هذا. اما احنا طلبيتنا كاملة طلعت 110 زلوتي، اللي هي بما يعادل 110 درهم او ريال. هو الفرق ترى بسيط جدا، بسيط يعني عادي يكون 110 113 درهم 100. بس انه خلاص يعني نفس الشيء تقريبا، نفس الشيء على حسب يعني انت وين تصرف، وين بتصرف العملة. انا صراحة الى الحين طول السفرة معتمد على البطاقة. اني فاك نفسي عندي كاش، لكن الكاش مخلينا حق شو يسمونهم الكشكات، لان الكشكات اغلبيتهم يقول لك ما عندي شو اسمه. شوفوا الحين المنظر كيف استوى بعد، يعني بعد ساعتين من اخر مرة صورت لكم اياها. شوفوا الاجواء كيف صارت
جميلة جميلة جميلة. هذا مش السنتر، السنتر شوي يسار هناك، فهذا يعني بعيد عن السنتر مال 5 دقايق 7 دقايق مشي يعني عادي بسيط. الحين وقت ان نروح ونشوف الكوخ مالنا، لان الحين خلاص هي الساعة 4 بتوقيتهم وحان وقت نروح نشوف الكوخ، يا رب يطلع كوخ زين يعني. اهلا وسهلا، وصلنا للكوخ مثل ما انتم شايفين. هذا هو الكوخ، هم عبارة عن 3 اكواخ بس احنا مالنا هذا. اشوف مناظر حلوة هذاك الصوب، بس خلونا نشوف مع بعض. اول شيء تسويه بسم الله الرحمن الرحيم، تدخل هني في هذا. الله 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 الله، بسم الله ما شاء الله. اوه حلو. في مطبخ. لا لا، شكلي بدلعكم في هذا الفلوج، فلوج زكوباني غير بيكون يا جماعة. اوه هذا وانتم بكرامة الحمام. عندك الجامعة هذه فيها ستارة اذا تبى يعني برايفسي، اذا حد عندك هناك صوب الثاني. هذه جلستنا، هذا التلفزيون ما شاء الله بسم الله. اوه في جلسة خارجية، احلى شيء احلى شيء. جلس في الجلسة الخارجية هذه وتجابل هذا المنظر الجميل ما شاء الله. حتى هني الجلسة حلوة، انا ظني خلاص حصلت مكان نتريق فيه. افتح الباب ويجلس. اوه مندوس، تذكرون هالمندوس يا شباب؟ ما ادري انا انتوا تلاحقين عليه ولا لا. هاي عدة شو هذا؟ عدة تزلج. حلو حلو حلو، بس خلنا نشوف العدة على السريع، نشوف هني شو موجود. ثلاجة، هاي ثلاجة. اوه عدة الطبخ موجودة، عدة التنظيف موجودة. شو هذا؟ اوكي غسالة الصحون موجودة بسم الله. وكفاش وشواك وسكاكين موجودة. اوكي في اشياء حق المطبخ وصحون نفس الشيء موجود. بويلر، قلاصات. هذا الفرن اذا اللي حاب يعني يطبخ، وانا طبعا ان شاء الله اني راح اطبخ. خلنا نشوف فوق مع بعض. الله 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 الله. شو المنظر، شو هالمنظر يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء خلنا نشوف هذا شو طوح، ما لمسته عضو طاح. هذه الله يسلمكم حق تنشيف الملابس. شوف هني هذا تعلق، وهني حق الكوي. اوب 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 غسالة، بس للعلم غسالة ترى بفلوس. تعق الزلوتي، ما ادري كم زلوتي، 5 زلوتي او شيء كذي. اوب 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 اوب. بني الترتيب. هذا حق الاسترخاء، هالحمام هو حق الاسترخاء. اوه مضبطين. نشوف هني اول. ما شاء الله. شوف هذه اذا انتوا اكثر عن شخص يا جماعة. شوف في دري، انا انسان فيني معروف عني ان انا انسان فيني دودة. بسم الله نستكشف، دام انهم اجرينا كامل نستكشفه. اصبروا عليك. شوها تشوفون شيء؟ بسم الله. يمكن اغراض حقه هي العاب، غرفة العاب طلعت يا شباب. بسم الله. اتصلوا في الشرطة. علقت علقت. بسم الله. هذه اقول لك هالكوخ، تحملوني شوي. حريت لازم افتح الجامات. هذا الكوخ جالسين فيه 5-6 ايام، لكنه صراحة عسل، يبين انه عسل. المنطقة حلوة ان شاء الله، ان كل شيء يكون تمام. اوب هذه غرفة الماستر، وهذا يبين عشان حصة. وهذا جو ما ادري شو ها موجود. بعد في شيء هني ورا كبت نحط فيه الشنط. نشوف الفيول حلو، بس حاطينها مال الحشرات، بس يبين ان شاء الله انه يبين. شوفوا الله الله. شوفوا المنطقة العيسار. اللي يقدر فيكم ياخذ الكوخ العيسار احس احلى، احس لانه مغطي علينا احنا هني، بس احس انه حلو بيكون. هذا بعد حلو صراحة يعني. بس وهذا الحين كوخنا لما الحين ننزل الاغراض وارتب الامور هذه كلها. صلي بس واخلص اموري، بعدين نشوف هل نرجع السنتر عشان يعني تمشية او خلاص نجلس هني وخلاص. حاطين هذا هي موصية صح بعد صاحبة الكوخ، موصي ان اذا عندكم اغراض حطوا كل شيء في مكانه. يعني هني حط البلاستيك والسوالف، هني الزجاج، وهني البيبرز والسوالف. يعني هي موصية من نفسها. الحين بندخل وبنروح وبنزل اغراض. يعطيكم الف عافية. شوف المنظر ما شاء الله، ها منظر الصباحي. الله
يلا سلام، نتلاقى بعدين. حاليا السوبر ماركت وادور لي وجبات حق باسل الريوق اليوم العشاء، يعني حق الكوخ بشكل عام. فالحين ندور لنا شيء اساس أنا الحين اهم شيء عندي ادور الشاي، بس متوهق انه ما في لونه. فاعتقد اني بشيل حليب فريش وبسوي فيه شاي من حليب فريش، فما اعرف هل بيضبط ولا لا. زائد ان هني حصلت ليبتون، بس يا ادور ليبتون الشاي الاحمر يعني الاسود، جاي مال شاي الاسود مو محصلنه، احصل هاي الاشياء ثانية. فبعدني بدور الى ان احصل وايد اشياء صراحة انا باها. يعني السوبر ماركت اسعاره زينة، بس الناس كل شوي يطلعون فوقها زحمة. في اكل حلال موجود، لكن ندور اشياء ثانية يعني. أنا ما بقى لحوم ودياي وما ادري شو ما ادوره حاليا. انا خلاص هذا في المطاعم ادور الاشياء الخفيفة، مال شاي قهوة. شي يصير في الارض ما ادري والله شي يصير في الارض، عافانا الله. خلونا مهم علينا، خلونا ندور شو الوضع. ندور لنا حليب ودور لي بسكوت بعد، ابغى بسكوت مع الشاي. كلها تصنيفات الحين هذه. في بسكوت بفصل شيء، اعتقد هذا قسم البسكوت. هذا قسم البسكوت، بس يبغاك تدور عدد، ويبالي بعد خبز صمول وهاي الاشياء. خلنا ندور ونشوف. يبالي بيض، يبالي اشياء، خلنا نشوف ان شاء الله. وخلوني اعطيكم معلومة، ترى مش كل الماي اللي انتم تشوفونه مناسب للأطفال، خصوصا الرضع اللي يستعملون حليب، يعني حليب صناعي. فنصيحة قبل لا تستعمل أي ماي اسأل شات جي بي تي يعطيك كذا ماي يعني. لأن في هاي بعض الأنواع يكون فيها معادن وأشياء يعني عادي للكبار، بس ما تنفع حق الصغار. يعني شوف هاي اليسار هذا زين حق الصغار، هذا واقف وراي ما أدري شي يتريق. يوم جديد، اليوم الثاني في زكوباني. الكوخ صراحة جميل، ما في مكيفات لكن برد في الليل. بس عيب الصبح يمكن الساعة 5 6 كذي غراب ولد الذين صوب الجامع، وتم يصارخ لين ما قومني تقريبا الساعة 5:30 6 كذي. عبالي اني خلاص الساعة 10 شيء استوى. وثار الموضوع انه من الصبح يعني الحبيب، الليل ما راح وعقب، بس ان اصوات العصافير بعد ما شاء الله تنسمع. ما ادري اذا نسمع عندكم ولا لا نسمع، يعني حلو شوي نقاهة صراحة. واليوم او بارحة في الليل اعتقد يجون الضيوف يمين ويسار، ما اعرف اذا يسار بس يمين فيه اظني عرب بعد موجودين، يعني سمعت صوتهم وانهم موجودين. فاليوم راح نبدا رحلتنا بعد الريوق. شفت انت الريوق يعني تريقنا وخلصنا ورتبنا امورنا، والحين بنتجه الى مكان سياحي اسمه الممشى فوق القيوم، سكاي وولكر يعني. فبنشوف الاجواء اليوم. شوفوا الجو ما شاء الله جدا جميل. المشكله ما بقى اصور اكواخ الناس، بس هاي شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، سبحان الله. شوف الله الله، أجواء جدا جميلة ورائعة، تعدل النفسية. الأجواء بروحها تعدل النفسية صراحة. فالحين متجهين إلى سكاي وولكر، وخلوكم معانا باقي اليوم. خلنا نشوف الفعاليات. أهلا، وصلنا اللي هو السكاي وولكر. تعال ليش مخلينكم في الأرض؟ أنا ما أدري منو اللي خلاكم في الأرض. تعال خلنا أوريكم السكاي وولكر. وقفنا في هذه البقعة اللي على اليمين ب20 زلوتي، اللي هو 20 درهم أو ريال. هذه البقعة هني تباركن سيايير وتروح إلى فوق اللي هو للسكاي وولكر. فوق أنا من هني أشوف فيه ألعاب، بس شو هي الألعاب أنا إلى الآن مش عارف. خلونا نروح مع بعض ونستكشف شو اللي موجود هناك بالضبط. لكن قسم بالله الجو يا جماعة، واحد يعني يقول الحمد لله إنه قدر في حياته هذه يشوف هذه الأجواء. هاي الأجواء مش موجودة عندنا إحنا. مستمتع ما شاء الله الحمد لله. شوف اسمع صوت العصافير، اسمع صوت الطبيعة ما شاء الله تبارك الرحمن، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. شوف الله
هذه حجم الباركنات، يعني إذا كان في موسم فيكون يعني بزيادة ناس يجون راح يبركنون هني في الأرض، يعني في المساحات هذه. كأجواء جدا جميلة. دفعنا صح 20 زلوتي، لكن عطانا في مطعم قالنا فوق وعندكم خصم 10%. فأنت أصلا لو طالب وايد ممكن إنك توفر بهذه الحركة. فالحين بنشوف نسير فوق ونشوف الوضع كيف، ونشوف سيارتنا الجميلة. الباركن لأن ركبت شوي في صعدة، وفي باركنات ثانية. شوف هني في باركنات، هناك في باركنات أقرب للمنطقة هذه. أنا باركنت يعتبر يعني مكان عالي. شوف المناظر ما شاء الله. كل ما تركب فوق تشوف المناظر أحلى وأحلى، كل ما تتقدم تشوف المناظر أحلى وأحلى. شوف المنطقة، شوف الحلاوة. شوف وصلنا للسكاي ووكر اسمه. شوف البقعة، ها؟ شوف المنظر الجميل هذا. احنا فوق، بس أمانة التذاكر غالية يا شباب، 100 وشي. نتريا بس هاي تفوز هي وعائلتها الكريمة عشان نجلس مكانهم ونصور. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا المنطقة شو فيها يا شباب، فيها زحليقة بس يبالك لياقة من الحين أخبرك. إذا بتي هني وتبغى زحليقة لازم لياقة، لأنك بتركب هذا كله فوق، يعني بشكل حلزوني بتركب ليه فوق وبتنزل بزحليقة. يعني مناظر جدا جميلة صراحة، لكن يعني شوية لياقة يبالك. أنا قلت لهم اني بس ابغى المنطقة هذه يعني وما بالزحليقة، لكن احس ان اعطوني التذكرة مع الزحليقة. ما عندهم نظام هذا، ما ادري شو النظام، بس يبالنا نروح فوق الحين. شوف فوق هناك، فوق على شيء هناك، وبصور لكم من هناك كيف في برودة جدا 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 جميلة صراحة. الله الله. زكباني طبيعة 100%، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف بحط لكم بسكت، ها. شوف اصوات الطبيعة، اصوات الطيور، اصوات الهواء. نزلت يا شباب في رحلة الصعود، ما ادري يبين عندكم ولا لا. ما شاء الله المكان وايد مرتفع، احس انه يناسب كبار السن، يعني اللي ما يقدرون يمشون، ولا اذا عندك اطفال صغار يعني بزيادة ما يرومون يمشون او يصعدون. يعني مشي صراحة، لأنه الصعدة شي تصعد. فالحين شوف الارتفاع اللي أنا فيه. هني زحليقة، شوف معي عيسار، هني الزحليقة هذه، وهني في لعبة ثانية يروموا يلعبونها هني. لاحظ معايا هنا في واحد هالصوب، وفوق في شيء بعد. خلنا نروح نشوف فوق. هني شو النزول، ممنوع الدرون مكتوب. هني النزول، إذا تبغى تنزل بزحليقة الدرون تيجي. عن نفسي صراحة ما ظني اني ما بأتكسر، وانا بعدني يعني عندي اكثر عن اسبوع قدام. خلك على السيف. شوف ما شاء الله، اصعد لين اخر شيء فوق. ما ادري اذا قلت لكم عن الاسعار، بس انه نفس ما قلت لكم ان انا قلت لهم لا، قلت لهم انه ما بزحليقة. تذكرتين سعر قريب ال 180 زلوتي. ما ادري هل هي اصلا مع الزحليقة وهي اعطتنا وضعية انه انا ما تفهم انجليزي ولا لا. ما شاء الله، بقعة حلوة زحمة. ثانك يو. شوف معي، ما شاء الله تبارك الرحمن. المنظر بروحه يسد صراحة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحوا يا شباب، سبحوا سبحان الله سبحان الله. شوف المناظر، شوف الارتفاع، شوف الارتفاع وين. فوق الناس كلها هنيه مستمتعة. اوكي توقعت هو اقوى عن شي، لكن اوكي هو مسموح يعني عادي. شوف هاي الالعاب اللي اقول لك، هني يقوموا يتناقزون على هذا، هني ينزلون على هذا الشبك تحت، على هذا الشبك ويلعبون تحت. يعني انا اراويكم المنظر من هني. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا انا كنت تحت هناك، فالحين يعتبر فوق. شوف الجبال هناك كيف ما شاء الله ثلوج فيها.
العلم احنا في بداية شهر 6 ما شاء الله. خلنا نشوف المناظر من هاي الزاوية. هذه سلسلة الجبال هذه اللي على يساركم اللي تشوفونها اسمها جبال التاترا. فزكوباني تحيط فيها جبال التاترا ما شاء الله. هاي غابات اللي تشوفونها هني كلها غابات ما شاء الله تبارك الرحمن. معاي هناك في تلفريك، ترى هذه في وقت الثلوج، وقت الشتاء عندهم يكون كلها ثلوج. فلو تلاحظون معاي المشكلة في ناس يسار بتجدم، بس لو تلاحظون معاي بس لكم زوم صبر. شوفها في تلفريك هني. فالتلفريك هذا اللي هو عشان التزلج، الموجودين الناس اللي تتزلج اللي تتزلج في المكان هذا كامل يعني. جدا جميل المنظر. ما ودي انزل صراحة، بس ان اهلي تحت خلنا ننزل لهم على اساس انه في مطعم تحت نجلس نشرب لنا شيء، ناكل نريح، عقب نروح على سنتر زكوباني نتغدى نتمشى شوي نشتري لنا شيء ونكمل على الاجواء الجميلة يعني. بس تجلس هنا ترتاح نفسيا. عليكم جينا في هذا الكوفي، قلنا بناخذ هذه الجلسات الحلوة اللي يشوف الإطلالة مالها وعلى النهر على طول، وفي داخل إذا كنتوا تبون داخل وفي برا على حسب الجلسات اللي انتوا تبونها. بس خلنا أقول لك يعني في كرسي هني، شوف في كراسي هني، هاي المطلة قدامكم هذه، وهذه هاي كلها تحتك انت بيكون نهر. بس خلنا اقول لك ان قبل لا مثلا تي لازم تعرف ان اذا تبغى نفس الطاولات اللي احنا فيها او الكراسي اللي احنا فيها بيقولوا لكم مينيمم تشارج، تدفع يعني على الاقل 200 زلوتي. هو استغلال، لكن على حسب انت يعني شو اللي تبغى تطلبه، شو الوجبه اللي جاي تبغى تاكل، هل هو كوفي، هل هو اكل، هل هو شيء معين. فيعني على حسب انت وجدولك. وبس يعطيكم الف عافية. جماعة حتى اسم الكوفي انا ما اعرفه صراحة، لكن ان موقعه انا اراويكم اياه. وين راح الموقع يعني؟ شوف هذه البقعة هني بتحصل شي على النهر يعني. يعني مش كثير الاماكن اللي على النهر وكافيات ومطاعم. فبس انت اذا شفته في ام ريحانه فيها هذه مشبك اعرف انه هو. امانه حركتهم يعني استغلاليه شويه. ان 200 زلوتي قالوا لنا، وعقب ان حاولت انا صدق حاولت اطلب اشياء وايد يعني، حتى ما قدرت اني اغطيها يعني. قدرت اخر شيء يعني استحيت على وجهي، باقي لي يمكن 5 زلوتي 10 زلوتي خليتها حقهم. حتى الماي ما عندهم ماي اللي هو ماي مفلتر يبولك اياه، ما يبولك الماي اللي الغراش. قلت انا قلت الخطة كانت اني اخليه واخذ المبلغ الباقي كله غراش ماي واشيله واروح اللي هو الكوخ. بس طلع ما يبيعون، يبولك ماي مفلتر يعني ماي في جلاس وخذ. بس يعني ها يعني مقبول. اخذت اشياء من داخل شوكلت ما شوكلت بشيله وباكل فيه في الشقة هناك اهو في الكوخ. وبس هذا هو. والحين فيه يعني قريب منه مكان اسمه، اصبر شوي برايك اياه الحين، وهو متحف السعادة. شوف هناك اللي لا بس يروح، ايوه نروح مع بعض ونشوف هل هو يستاهل ولا لا. لان انا ما اعرف، انا حالي حالكم، انا بس رجل اسوق السيارة واروح مكان فلاني وفلان العلاني. اما الوجهات انا ما اتحكم فيها ابدا، الا بعض الوجهات طبعا يعني. فالحين لما نروح نشوف بي هابي ميوزيوم، وان شاء الله واحنا نكون هابي وسعيدين للابد. هذا هو بي هابي. يعني سامحوني شباب انا من داخل ما بصور لكم، بس هذا الجنس اللطيف. شوف اشياء وردية ودونات وحيد قرن. المهم اللي عنده حد يعني يبه هني في التصوير واشياء فنانة داخل. اهلا. جينا في هذا المكان اللي هو البيت المقلوب. المتحف حصلناه مسكر يعني، سكر فوقينا قالنا باكر تعالوا واعتذر يعني.
ونعطيكم ديسكاونت وهذا زيت وباكر. الحين ندخل مع بعض ونشوف البيت المقلوب في زاكوباني. هل هو هذا هو ولا في غيره؟ بسم الله. اوبو كنت بطيح. هذا هو. في مكان تروح فوق ما ينفع للأطفال. اوكي. ايوه. غرفة مقلوبة. وهني نفس الشيء. احسني ما متوازن بطيح. هني بعد هاي شو صالة؟ قلنا نفس الشيء صالة. تذكرة الدخول 25 للشخص. آه غالية ما تسوى. ما يسوى صراحة يعني. انا الحين جالس انا ادفع واخسر عشان كنت ما اطيح في نفس المشكلة. انا نركب فوق ونشوف. في ناس مسوين ازعاج فوق هنشوفهم. يمكن في شيء حلو. هذا هو هني متعلق. هذا شو هني فارو. هني المدخنة هذه وهاي الاشياء يعني. هذا هني الغرفة. وهناك غرفة النوم. هاي كرامة ولا الحمام. يعني هذا هو بشكل عام. هاك الغرفة. انا مش قادر اصور سيدة لان البيت بكبره يجلبك. وايل تقول يا هال. وايل تقول يا هال زي زحمة. ياسين فوق محللين قبل التذكرة ياسين فوق. فحسب شي يعني. بس وهذا هو بشكل يعني مختصر. في اشياء جانبية هني بس اشياء يعني ما تسوى صراحة. يعني هذا هو انا الحين راويتك اياه ولا تي. بس ما يحتاج تشوفها شكله من الخارج من برا. اليوم طلع شوية متأخر بعد البريك. يعني الحين الساعة 6:30. الساعة 6:30 هي بتوقيتهم. بعدها الشمس مثل ما انتم شايفين هني. بعدها الأوضاع تمام. قلت بي شوية محل هذا ميديا اكسبرت. وين راح؟ هذا اللي فوق تاج أغراض. فقلت بشوف إذا عندهم ولا لا. شوف المحل هل هو كبير ولا لا. بسم الله ما شاء الله. عندهم أشياء. يبين عندهم أشياء. تعال تعال. بسم الله. لأن المحل بيسكر بعد ساعة فأنا بلحق. في أشياء يعني أبغاها من هني. ومش حقي أنا بس حق النونو. بس ما أعتقد أن عندهم محل مش وايد كبير. المحل مش وايد كبير بس بنشوف الحين مع بعض. أوه في سوني هني. تعال. في سوني سماعات كلاود. هني لمحت كنترولرات من فوق. هني هذا ما كنترولرات اكس بوكس وبلاي ستيشن. اوكي مش لابد. انا اشوف هني انا ما حصلت اللعبة فاعتقد اني بطلع. سيديات ما في سيديات نفس الناس او نسخ خاصة او شيء كذي. اشياء عادية يعني. هاي الكترونيات عادية يعني حال كارفور عندنا او شرف دي جي او هالسوالف يعني. ما احس ان عندهم شيء مميز الى الان. اعتقد اني خلنا اختصر وقت بس اتعشى. منتجات دي جي اي هني. عاد انت شوفوا الاسعار. هل تحسوا الاسعار فعلا خصومات ولا لا؟ انا ما بعرف الاسعار صراحة. هاي درونات. وهذه اسعار الاشياء الثانية. هاي اكشن 4 قديمة. هاي عندهم قديمة يعني مش كل شيء جديد. اوكي. هذه منتجاتهم بشكل يعني مختصر. خلينا نصير نتعشى احسن ونروح نشوف السنتر مالنا كيف وضعه. تعشينا في مطعم اسمه كريستينا ايطالي. نفس الشيء في السنتر ونفس ما شفتوا الوجبات اللي هي الباستا بلات هيك ربيان واثنين كولا. طلع هذا اغلاهم صراحة 173. المطعم فيه حلال اكله يعني حلال موجود. والمنيو عنده بالعربي اذا تبون بالعربي. يعني تحسه شوي يعني كلاسي شوي المطعم او شوي فاخر. هذا هو
حتى انه بتحصل عرب وايد، عرب فيه موجودين. وعنده جلسات خارجية، وعنده تحت هو بيكون في الطابق الأرضي تدخله من إذا تبغى حد يعني كرسي أو دزاز أو شيء، في تدخل من طرف الفندق وتدخل في اللفت على تحت. أما إذا أمورك طيبة تروم تنزلها بالدري. والمنطقة الحين مثل ما تشوفون يعني الحين أذان المغرب. هذه المنطقة راح تكون بهذا الشكل في أجواءهم المغربية. الحين نتمشى شوية أن يحل الظلام، نرد الفندق أو الكوخ وخلاص، والسلام عليكم، وخلص يومنا بهذه الطريقة. خلونا نشوف إذا في شيء نسويه ولا لا. حاليا هو مش في الليل هالليل، لكن يعني خلاص على آخر شيء اشتغلت كل الليتات. شو الأجواء ما شاء الله حيوية. يعني أنا الحين في البقعة هذه يعني تعتبر الأقل حيوية، لكن الباقي كلها يعني أكثر حيوية. والناس جالسة والمطاعم كل المطاعم فيها ليتات وشغالة، يعني حلوة كتمشية ليلية. واحس انه امان، يعني امانة يعني ان الوضع امان لهنا الحين، لان في شرطة اصلا في كل فترة يعني تشوف ان الشراطي يمرون. اوه هذا مطعمنا مال الصبح تذكرونه؟ هذا هو، اذا قدرت اصور لكم اسمه هذا هو. اللي يقدر يحفظ اسمه هذا هو. ما اكثر عن شي ما قدرت اسويه، بيقولون شو اسمه متقصد انه. بس الاجواء هذه شوف ما شاء الله جدا جميلة. لاحظوا معاي يعني الليتات في كل مكان، ناس جالسة ومستمتعة. والجو والله قام يستوي أبرد صراحة. حسب شي أنا لبست اللها مالي، الكوت مالي أو جاكيت. والوضع ممتاز ممتاز. خلنا نشوف. شوفني عندك هالناس اللي يسوني في الشارع ويسوون حركات. أسمع صوت نهر. نختم اليوم بتصوير هالنهر الجميل. هذا هو جميل. هذا يلا نتلاقى إن شاء الله في يوم من جديد. السلام عليكم. صباح يوم جديد، اليوم الثالث أعتقد في زكوباني. اليوم جدولنا شوية مختلف. اليوم في اكتيفيتي نسوي، اللي هو في زحليقة صيفية. لكن ما أدري صراحة هل في هذه الأجواء مفتوحة ولا لا. يعني أنا ودي أراويكم الأجواء من مكاني هذا. شوفوا الأجواء. سبحان الله، الحمد لله، ما شاء الله. الغيوم نازلة علينا اليوم. والبارحة واللي قبله كنا نشوف هناك قمم الجبال كانت تبين. اليوم كلها غيوم. اليوم الغيوم جدا نازلة، ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم تقريبا هذا أحلى جو صادفته في طول هذه الرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، سبحان الله. يا بس أنت بس مجرد هني تجلس وتشوف هذه الأجواء وتسمع صوت العصافير واصوات الطبيعة بدون ازعاج سيايير، بدون ازعاج الناس، بدون، ما شاء الله تبارك الرحمن. تعرفون ناقص شيء واحد، تجلس هني بس مني يعني ما تروم انت في هالوضع. تجيب لك هني حصير تفرشه وتسوي لك شاي وقهوة وتعيش اللحظة. بعد ما تخلص تجيب لك اكل جدر والراس نص ذبيحة وعقه هني وعيش اللحظة. سوي لك عيش. ما شاء الله. انا اسمع اصوات عصافير بس ما اشوفهم. ما شاء الله والله الاجواء جدا جميلة صراحة هني. خلونا نشوف اليوم الاكتيفيتي شو ورانا غير الزحليقة. عندنا المتحف هذاك او الهابي ميوزيوم اللي قالوا لنا مسكر البارحة، يمكن نسير اليوم ونشوف. لكن الاجواء صراحة تعدلنا النفس. ما ادري انا الاونر مال الكوخ قال اليوم في كريستيان داي، يمكن مالهم. فمش عارف شو السالفة أنا، هل في أشياء مفتوحة ولا مسكرين؟ خلونا نروح ونستكشف ونشوف. وصلنا للزحليقة وغيوم، كل المكان غيوم، ما شاء الله. تلشت يوميت بالسيارة، ما أدري إذا يستوي غير السيارة زين، لأن في منطقة وتمشي يعني شيء متعب. صحة.
فالحين بنشوف اذا فاتحين ولا لا. وصلت فوق بعد تعب تقريبا كيلو ونص مشي، أوزان وغيره، لأن ممنوع تدخل سيارتك لداخل، فتمشي كيلو ونص مشي لين توصل الزحليقة أو الأماكن هذه اللي احنا فيها الحين. برايكم المكان هاي الزحليقة. أول شيء خلينا نخلص من موضوع الزحليقة نفس ما خبرتكم وتوقعاتي إنها مسكرة، فهذه الزحليقة شكلها جدا جميل صراحة، بس على حظنا اليوم مسكرة. لكن في بقعة ثانية اللي هي يعني كان في طول الدرب كان في كشكات ناس تبيع. جربنا شوي الجبن المشوي مالهم مع المربى، بس ما صورته لاني لاني كنت تعبان صراحة، اوزان ثقيلة. يعني وقت ثاني ان شاء الله بنجربهم مع بعض. هذا هني في اماكن، البقعة كلها فيها اماكن، ما بقول لك ما فيها اماكن، ولكن نصيحتي اللي بي شوف هذا اللي قدامك، شوف التلفريك، حاول تجيب التلفريك هذا من داخل المدينة يبك الى هذه البقعة، لا تجيب سيارتك. هذه نصيحتي لك، لا تجيب سيارتك الى هذه الزحليقة، تعال بالتلفريك هذا واشتر راحتك. فانا الحين شو قلت بنزل اهلي خلي يروحون بالتلفريك، ينزلون تحت ويتريوني تحت مع الاغراض الثقيلة فبخليهم يتريوني تحت، وانا بروح الكيلو ونص هذه للسيارة بشيلها وبنزل لهم تحت، يعني 20 دقيقة تقريبا لما اوصلهم. ولا ان انت تمشي كيلو ونص هذه مشي ومع اوزان وهذا يخترب مودك، يعني ما يسوى عليك. اركب التلفريك هذا ويعني واشتر راحتك. الحين يسني شوية نتقهوى نستانس نغير جو، وبعدين ننزل ونكمل جدولنا. الجو اليوم جدا 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 جميل صراحة. هذه نزلة من الزحليقة الصيفية في زكوباني. هذه شوارعهم زينة نظيفة صراحة، السواقة فيها يعني مقبولة عادية، مش صعبة جدا. بس ان الاجواء اليوم جدا 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 خيالية. هذه زكوباني على اليسار. عندنا الناس هني يحبون المشي صراحة، يعني اللي شفتهم، والأولوية طبعا للمشاة. فالحين في النزلة إلى زكوباني. وصلنا السنتر ما شاء الله. اليوم الزحمة، الظاهر عندهم إجازة ولا شو، والأجواء جدا جميلة والناس كلها مستمتعة. إن اليوم الخميس مو بالسبت أو الأحد يعني، فأعتقد إن عندهم إجازة كريستيان داي أو شيء كذي قالوا لي اليوم. ما شاء الله شوف اليوم فعلا الجو مو بلندني، بولندي رهيب. واجواء شوف ترى في رذاذ، يعني الاغلب تشوف انت ماسك مظله رذاذ. شوف في ناس مشغلين الدفايات على اليمين، ناس مستمتعه. هاي ما فهمت شي يبيعون صراحه، جام ولا جبن. شوف عيمين يبيعون، شوف هاي الاشياء اللي هي منتجات الجبن والجام والسوالف. هني في بعد محل اتشندم على اليمين. لاحظت في زكوباني أكثر عن كراكوف ووارسو فيها مراهقين وأطفال، فالوجهة تعتبر أنها وجهة عائلية بشكل يعني أكبر عن كراكوف وزكوباني ووارسو سوري. شوف منطقة يعني حيوية ما شاء الله، الناس تمشي وترد وتشتري دكاكين في كل مكان. هذا اسم الدكان يكون اسمه زابكا. في محلات، في يعني في براندات بسيطة، في أشياء حلوة، في وايد مطاعم حلال كاتبين حلال. يعني أغلبيتهم يوم يشوفونك عربي يقولوا لك إنه ما في كحول، ما في بورك، ما في خنزير يعني.
فيعرفون إن متعودين على السياح العرب. فهذا الشيء زين في زكوباني، يعني جدا مميزة وجدا يعني شوف حلو، تتمشى بريلك، توقف وايد باركنات، توقف وعلى كيفك، يعني الناس متعاونين صراحة يعني. هذا الشيء الحلو فيهم. فالحين نتمشى شوي، ندور لنا ناكل لنا دونات، نشرب لنا كوفي، وعقب نرد ونريح. عقب نرد نطلع مرة ثانية وندور لنا عشاء وندور لنا اكتيفيتي، يعني السوالف هذه. حلو ان مشاويرك كلها يعني قصيرة وقريبة يعني عن بعض. فإذا كنت بتروح بعيد، أنا أعتقد خلال يومين ممكن أروح شوية سلوفاكيا وارجع، يعني عقب أرجع على زكوباني، ما بنام هناك، يمكن أروح شوية وارجع. هذه حلوة. شوف أجواء جميلة. شباب، هذا المطعم موجود في الشارع في سنتر زكوباني، يخدم برجر حلال وأسوال. شوف الشعار الموجود فوق، حتى في عنده منيو بالعربي، بس ان يعني اسعاره مش رخيصة، لكن اكله يعني زين وكميته راهية يعني كبيرة ما شاء الله. موجود في سنتر زكوباني، براويك المكان بالضبط في هذا التقاطع. هذا المول هني بيكون يعني المقابل له في هذا المكان. وصلنا متحف الهابي ميوزيوم. ما براويكم اياه كله، بس براويكم جزء منه. يعني هو متحف صغير يعني في الفيلا، لكن يعني زين صراحة، يعني احسن عن البيت المقلوب. ففي اشياء بسيطة، يعني هذا موجود مثل هذا موجود تحت الارض، مسوينه يعني اشياء بسيطة لكنها حلوة صراحة. يعني اذا تبغوا تغيرون جو تنفعكم. فالحين بوديكم الطابق اللي فوق. هذا اول ما تدخل هني يكون، يعني انا بحاول اني ما احرق عليك كل شيء. الحين نروح حق اعلى طابق، يعني شوف مال باربي، يعني هو بسيط بس انه يعني ممتع حلو حق اليهال، يناسبهم اكثر. وهذا هني الطابق الثالث. خلنا نشوف. بسم الله. شو تبغى؟ خوفتني ريا. الطابق في من ثلج. الله، ممتع حق تصوير. اسمع حشرة هني. هني مال الالعاب. وهذا الثيم. شو هذا؟ ثيم بطيخ هني ولا باربي ولا شو السالفة؟ ايس كريم هني ولا شو ها؟ السلام عليكم يا طيب، قول لهم يسوون اشتراك لايك. اوكي شكرا انك قلت لهم. بس وهذا هو يعني بشكل بسيط. السلام عليكم، صباح الخير. في آخر يوم في زكوباني، اليوم قررت ريوق، فأنا اللي بطبخ، ما أعرف إلا شكشوكة ومش هو لابد. فالمقادير طماط وبيض، هني في ملح وفلفل. اليوم قلت بستعمل جبن مالهم، واللي هو هذا، صبر براويك إياه، فنان هو جبن مالهم. هذا هو، شوفه صوره إذا كنت جاي، فنان عجيب زين. وكخبز عندنا كذا خيار، لكن أنا بستعمل التورتيلا أساس إني آخذ فيه. وعندي زيت. أول شي بسويه بقصقص الطماط بقصقص الطماط صغار أساس إني أقدر أسوي الباقي.
فخلوكم متابعين وخلنا نشوف هل بيضبط ولا لا. اول شي قصة كشرائح، بعدين برد قص اصغر واصغر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعين اللي بياكل معاي صراحة. الله يا اخي حسني انا مفروض كنت اكون اوه استوت يا فضيحة. ترى يعني شكل شكل مش مهم يا شباب، يفرمع ان الطعم اهم. لو شوف حد يقص طماط كذي ما باكل. ترى انا مغسل ايدي يعني مخلص يعني، مش سالفة ان وصلك ان شكل الطماط من شكل الطماط. بس ترى يقول لك الطريقة اللي تكون كذي احلى، يعني انه ما تكون مرتبة. شو مرتبة؟ ان في ناس تحب تاكل الاكل غير مرتب. احيانا قصيت طماط ما حطيت زيت اصلا ولا حريت الزيت ولا سويت. الانسان يتعلم، فاذا انت وفي السفر ما تعلم. انا الحين صراحة يعني انا صورت وانا اسوي هذا اساس ان ربعي يشوفوني بسم الله الرحمن الرحيم ويقولوا لي ان انت تعرف تطبخ وبنشلك معانا في سهريات محفول مكفول، بس سوي لنا الشكشوكة مالك. هذا مني طلع. هذا من هني شغلة نشغل. احنا نبى اللي فوق. ايوه اختار اللي فوق وزيده. زيد شوي شوي شوي. حاليا خلوكم شوف الشيف يعني. ايوه صح، هو شوف يعني المفروض ان اكثر زيت لان انا انسان يعني فنان في الزيت. الحين المشكلة متريا الزيت يحر شوية، عقب عليه الطماط وجايب البيض هذا اللي بيبهدلني ما ادري شو بسوي فيه. خلنا بالمرة افتح الجبن هذا واسوي. ترى انا فنان يعني، عندي مواهب ثانية. اذا كنتوا تبون تشوفون وانا اسوي شاي، شاي كرك. ترى فنان انا في الشاي الكرك، الكل يمدح الشاي مالي، وحتى قالوا لي افتح كشك وافتح محل وافتح وبندعمك ونشتري لو ب10 دراهم. افتح الله يخليك، ما نبغى نجرب الشاي مالك ببلاش. يعني كل حد قال لي، بس انا يعني ما بصراحة لاني مشغول يعني. فالحين نبطل الجبن لين ما يحر هالزيت. بزيده فل يبي متعب بطيء. ايوه اسمع الصوت لا ينقع فوقي بس. زين، وخلونا الحين شو نقول. لا تنسوا اللايك والاشتراك وخلونا نكمل الطبخة هذه. ايوه بدأ يحر. بنقص شوية نحطه 6 ودز الطماط. شوف الدخان ما ادري اذا يبين عندكم، بس هذا مخرب عليكم انا عارف. اقول تعال هني انت اطلع برا الفريم. بسم الله. الحين ندز الطماط. بسم الله. وابو كباه وابوي غبنة. خليته 2. بسم الله. خلصنا الطماط. خلنا نشغل هاللي فوق عشان نشفط الرواية. سكر عليه لانه لو شغال الشفاط بيسوي لنا ازعاج. فالحين اخليه مسكر شوي، خليه يطبخ شوي وياخذ راحته، وعقب على طول اعق البيض وياه الجبن. فخلونا الحين نتريا بس. اشوف نتريا شوي، نرد نزيد الحرارة شوية انه يعني يطبخ اكثر. فخلوكم معاي، خلونا نشوف. بس يبالي قفشة عشان اني اخلط او خاشوقة. اوكي الحين عندي القفشة عشان اني اقلب. في نفس الوقت في هذه المرحلة لازم نحط شوية ملح وفلفل. لان بعدين بنحط مرة ثانية. لكن الحين شوفها بطلب. ايوه بطلب من فوق. هذا الملح رشة خفيفة يعني. الحين رشة فلفل بعد خفيفة، وهذا الفلفل اللي رشيناه. الحين نرد نخلط شوي، يعني نبغى شوي يستوي اكثر الطماط، يعني ينطبخ اكثر. ويبالنا شوية زيت يعني. هذا زيت شو اصلا؟ زيت زيتون ولا زيت عادي؟ ولا انا ظني زيت زيتون، زيت طبخ هذا. بسم الله. الزيت نطلعه برا الحسبة. والحين نتريا عليه يطبخ. يعني ودي اكذب واقول الريحة حلوة، بس انه ما حطيت شي غير طماط. خلي يستوي ويتضبط. اوكي الطماط استوى. الحين البيض نعقه داخل. بسم الله. ما بسوي الحركة هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه والله العظيم انا اخي انا شكلي اخر شي بفتح مطعم. الحين شو تسوي؟ تفتفت البيض تفتفته.
صدقوني غلط. المفروض هذا وردي البيض قبل احطه في ملة، وهناك اخلطه وعقبه دزه هني. بس انه هاي الفلسفة. او شو رايكم نغير، ما نسوي شكشوكة وبيض مكسر، نخليه شي احسن، خله يستوي. اصلا غيرت رايي بخليه كذي. بس خلنا اخلط الطماط وهذا وافصل البيض عدل، اعزل اسوي عدل. غيره يا شباب، غيرنا الخطة، ما بيكون بيض وشكشوكة، بتكون خطة ثانية. اخلص واراويكم البيض كيف بيكون. ونفتفت الجبن، مع انه عندي موزاريلا بس لاني فتحته هذا اوه استوت. بوزعك اقول لك عندي موزاريلا بس اني ما ابغى، خلاص يعني فتحت هذا حرام عشان ما ينعق. قسم بالله الاكل يعني شكله يشهي. بس الحين بعد بحرر الموزاريلا اللي عندي، بس ما اعتقد بصور لكم اياه يعني، عادي بحطه في حرارة هذه وخلاص. وطالع عندكم البيض كيف شكله ولا لا؟ براويكم اياه بس خلي يخلص براويكم اياه النتيجة النهائية. واظني كثرت جبن، ان الحين خلاص بسكره، خله يستوي على راحته، مع اني كثرت زيت اساس كانت حق الطبخة الثانية. بس يلا شكله يشهي. لو كان عندي شاي يعني نحطه بقدونس شيء يعني بحطه فوق، بس ما عندي شيء. تعرف يعني شباب في رحلة. الحمد لله انه في دش ووشر، ولا كنت بتلته احط هذا كله في الدش ووشر وصلى الله وبارك. انا ادري تبغوا تشوفونها، بس تريح شوية وبرايكم النتيجة النهائية اخر شيء. بالله عليكم شو رايكم؟ بس تريح شوية بعد يستوي على طول بنزله في طاولة الطعام. وهني بحط، شوف هذه بحط فيها التورتيلا، بحط فيها التورتيلا وبحرها اساس اني يعني اكلها. خلونا نشوف كيف بتطلع النتيجة النهائية. طبعا مع عصير برتقال، لازم عصير برتقال، وبعدين بضبط لي شاي. في دربنا الى الزحلاقية حصلنا مكان مثل البازار، في هناك هذاك الصوب يمين، وفي هذا يعني على دربنا. هذا اغلبيته ملابس. اوه شوف هني صوف مصوف، الحركات هذه جاكيتات. ايه اغلبيته ملابس، 90% ملابس. في اشياء بسيطة كانت صوب الباب، بس إن لا 100% كله ملابس. الملابس بشتى انواعها، اللي يبغى سوالف، اللي يبغى فوق، واللي يبغى صوف، واللي يبغى فرو، كله موجود. حتى فيه ألعاب لوحية، سيوف. شو هذا؟ أكل. في ترى احنا رايحين هناك الزحليقة لأن اليوم صيفي يعتبر، فأعتقد إنها مفتوحة. وهذا كله يمين يسار لكيفك. تبغى هني السوق عود، سوق جدا كبير صراحة، على أساس إنه إذا تبغى تتشرى حلو. أحس أنا بي بعد ما أطلع، بعد ما أخلص من من الزحلاقية، اتوقع اني شو اسمه انه بمر هني، دام انه اخر يوم في زكوباني، فبشوف شوف هني، شوف المنظر، شوف المنظر الجميل. الله زحمة اليوم ناس، فاعتقد دام انه في ناس عدد كبير من الناس، فاعتقد انها فاتحة يعني. والله ما شاء الله كبير كبير كبير، عدد كبير. اليوم قررنا انه ما نسوي نفس المرة اللي طافت وسيارة، لا اليوم قررنا ان نركب القطار هذا ونروح فوق، او الباص التلفريك او شو يسمونه انتم يعني. المهم هذا بنركبه ونروح فوق. صح زحمة ولاصقين في بعض، لكن بعد احسن عن تجربة السيارة بالنسبة لي صراحة. تجربة السيارة ومعاك طفل جدا جدا متعبة، اما بالتلفريك افضل وافضل وافضل. ما شاء الله سوق عود، وانا طالع شكلي بمر هني وبشوف كيف الوضع. اللي بيعرف اسم الزحليقة انا ان شاء الله اني بحط لكم اياه، لكن هذا هو فوق لو تشوفونه. والله نتلاقى فوق واذا الزحلاقية مفتوحة ومسموح اني اصور كان بها وصورته، ما رمت خلاص براويكم مكان ثاني. هذا في مطعم بعد، اذا تبون مطعم هذا موجود مطعم وبس. يلا سلام. التذاكر بس ترى زحمة مثل ما انتم شايفين، لكن الحلو انه حاطين للاطفال
اللي عنده عربات لاين مخصص. اما الباقي ترى وايد زحمة، حتى اللاينات زحمة. فيا تاخذها اونلاين او توقف، يعني السيد يمشي بس يعني تبقى توقف شوي. في زحلاقية زكوباني، لحقنا عليه. شوف المنظر. أوه أوه أوه. يقول لك ترفع فوق بريك، تنزع تحت تسرع. شوف الله. سعرها 19 زلوتي على الرايد الواحدة، يعني على المرة الواحدة. الله. مناظر خلابة يا شباب، والله انها تستحق. شوف. الله 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 الله. وصلنا وطلبنا هذا الشيء اللي ما اعرف شو اسمه، بس بالنوتيلا. هاي صورته اللي هني فوق، هذا اسمه، بس ما ادري شو هذا، بس خلنا نذوقه. يعني شوف من داخل فاضية، بس على الاطراف في نوتيلا، شكله عجيب وحار. عليكم حاليا وصلنا مال متجر جبان، وانت تشوي حق نفسك، يعني تسوي حق نفسك الجبن المشوي. خلنا ندخل ونشوف. تقريبا درب ربع ساعة عن زكوباني السنتر. هاي الاشياء الموجودة هني، تختار الجبن اللي تبغاه وتروح ورا تختار او تشوي حق نفسك. خلونا الحين نشوف، نخلصون هذيل نختار دورنا، عقب نروح نشوي مع بعض. هذا هني. عندهم سولتي، في عندهم اخف سولتي، وعندهم بالجارليك. يعني هاي الاشياء. خلونا الحين نروح مع بعض ونسوي. انت تسوي حق نفسك وتاخذه، تاخذ هذا تحطه في هذا عقب وتشله. يعني تبغى مربى حط لك مربى، بس انه هني اول خلي يخلص دورها عقب بي دوري. هذا هو بعد الشوي، يجلس برا على المنظر الجميل وتاكل. اوكي، من الاشياء اللي حصلناها في سنتر زكوباني، قرية سنافر. يعني فعالية صغيرة تنفع حق الصغار بشكل يعني عام. هذه هي سعر التذكرة 55 زلوتي. شوف هذه أمانة أنا ما شفت حد يعني غطاها، أو إنه ما طلع لي يعني. فأنا شفتها في وجهي، قلت خلنا نجربها. شوها أظن من فوق تي على التيوب لعبة، يعني تناسب الصغار. حلو يعني. أنا ندخل بيت من البيوت ونشوف. بسم الله. هذا بيت منو فيهم؟ مهندس شكله. تسكرون عليه الباب. شو ها هني في شيء؟ بيت رعبة ولا؟ بسم الله. السلام عليكم. شو شرشبيل، السلام عليكم. اوه، سمعت صوت قطوة بس ما ادري وين. اوكي، في هذه المنطقة. هذه القطوة بشكل عام تنفع حق الصغار صغار، مش المراهقين. لا، تنفع حق الصغار صغار. فيها حتى يعني مطعم صغير يسوي حركات بركات. هذه بشكل عام. هل في شيء فوق اصلا ولا متجر مالهم هناك؟ هذاك الصوب متجر مالهم، بس هذه بشكل عام وبسيط يعني. يلا خلنا نروح نلعب الحين. هو شوف الترتيب. اوب، شو هذا؟ اشوف. ادخلوا انتوا شوفوا، بعدين خبروني في الفيديوهات. هاي ماي برنسس، مال هذه، والطباخ في النص. بس هذه بشكل عام. حاليا بعد في السيارة ديزل للمرة الأولى. ترياها تفول. حبيتها ديزل اللي هو البي 7. كيف بي 7؟ كيف تعرف اني مكتوب بي 7؟ في هذا اون وفي التيمت، فانا مشيت على الاون يعني. شوف هني نفس الشيء يكون مكتوب هني عندك بي 7 التيمت وما ادري شو.
فهذا اللي طلع معانا. صلخ 307 زلوتي طلع 47 لتر. لأن باكر عندي شوية يعني، باكر عندي رحلة إلى براغ مدة 6 ساعات 7 ساعات تقريبا. الحين بدخل أعبي. انزين، أنا الحين بقول لك كيف تعبي. تحط هذه تردها مكانها، تردها مكانها، تسكر كل شيء. الحين بقول لك تسكر. وين رحت أنت؟ أيوه، تسكر كل شيء. لما سوى لوك شو تسوي؟ تحفظ رقم الماكينة اللي انت فيها. وين رقم الماكينة؟ وين رقم الماكينة؟ هذه مو موجود رقم الماكينة، بس اذا انت كنت في محطة اكبر احفظ رقم الماكينة تكون مكتوبة فوق يعني. الحين انا بروح داخل بخلص اموري، بس بفسخ القفاز وكل شيء تمام ان شاء الله. تدخل داخل تدفع احسن عن المكاين اللي تدفع فيها، لان استوت لي انا قبل اشتركت عند المكاين اللي تدفع فيها انت يعني عن طريق الماكينة. قال لك على المضمون اسهل لك واحسن لك. الحين بروح داخل وبدفع. انا نوقف طابور وندفع. شباب، في اخر يوم في زكوباني حصلنا هذا المكان نتعشى فيه لحم او ستيك حلال. فشوف الاطلالة، شوف الاطلالة معاي. الله، اني اكيد انا بيس برا او الدور باكل. الاكل عنده حلال وعنده شهادة حلال. الحين ونطلب وناكل الاشياء الحلال. وين طلع لي ها بعد؟ هذا هو المنيو. الاسعار مش ارخص شيء، لكن الاكل يقولون حلوة. شوف معي عشان هذه شهادة الحلال مالهم، وعندهم داخل الشهادة. المطعم فيه اوت دور واندور. نحن بنجلس اوت دور على النهر. فترقبوا معانا هل الاكل يسوى ولا لا.